بالكيفية اللازمة والنتيجة منطقية لعناصر سان داونز في هذه اللحظات. حكم المباراة يوقف المباراة، شيء طبيعي أنه يوقفها، شيء طبيعي أنه صور مؤسفة شاهدها فوق أرضية الميدان بهذا الشكل بالنسبة لفريق عريق اسمه وفاق سطيف. فريق من المفروض أن تكون تصرفات عشاقه وجماهيره في مستوى عراقة الوفاق وفي مستوى سمعة الكرة الجزائرية. طبعا عدم الرضا على أداء الفريق عادي جدا، يكون بطرق مغايرة لطريقة اليوم، يكون بشكل آخر مختلف تماما عن هذا الشكل المؤسف الذي شاهدناه فوق أرضية الميدان. صورة مؤسفة فعلا لأغراض موجودة فوق أرضية الميدان، والجماهير تعبر عن غضبها بشكل ملفت. يعني كان يمكن أن نعبر عن غضبنا وعدم رضانا بطرق مختلفة، طبعا بالخروج من مدرجات الملعب، برفع رايات بيضاء، بالتصفير، بالتصفيق، بالهتاف، أما برمي قارورات هكذا داخل أرضية الميدان مما يعرض الوفاق إلى عقوبات سيسلطها الاتحاد الافريقي لكرة القدم على الوفاق سطيف في اول خرجه له في دوري ابطال افريقيا. وبعدين هي اول خرجه، وبعدين هي ليست كارثه الخساره في اول مباراه. الوفاق عودنا على انه يخسر في دوري المجموعات منذ 3 سنوات، عودنا انه يخسر ويتعادل على ارضيه ميدان وخاصه في مبارياته الاولى، وعودنا انه يعود. ما شاهدناه فوق ارضيه الميدان صوره مؤسفه فعلا لأغراض موجودة فوق أرضية الميدان، والجماهير تعبر عن غضبها بشكل ملفت. يعني كان يمكن أن نعبر عن غضبنا وعدم رضانا بطرق مختلفة بهذا الشكل بالنسبة لفريق عريق اسمه وفاق سطيف. فريق من المفروض أن تكون تصرفات عشاقه وجماهيره في مستوى عراقة الوفاق وفي مستوى بالكيفية اللازمة والنتيجة منطقية لعناصر سان داونز في هذه اللحظات. حكم المباراة يوقف المباراة، شيء طبيعي أنه يوقفها، شيء طبيعي أنه صور مؤسفة شاهدها فوق أرضية الميدان تلفة طبعا بالخروج من مدرجات الملعب، برفع رايات بيضاء، بالتصفير، بالتصفيق، بالهتاف، أما برمي قارورات هكذا داخل أرضية الميدان مما يعرض الوفاق وسمعة الكرة الجزائرية. طبعا عدم الرضا على أداء الفريق عادي جدا، يكون بطرق مغايرة لطريقة اليوم، يكون بشكل آخر مختلف تماما عن هذا الشكل المؤسف الذي